السلام عليكم. اليوم السؤال: هل الروحاني إنسان خارق للطبيعة؟ نعم أو لا؟ لا، الروحاني ما هوش إنسان خارق للطبيعة. إنسان أخذ بالأسباب والمسخرات اللي رب العالمين أتاهم بني آدم، عرف كيفية استخدامهم وعرف كيفية تحقيق النفع منهم. واضحين؟ هل الروحاني يعلم كل شيء؟ الروحاني كأي إنسان عادي لا يعلم إلا ما سأل عنه. شو معنى؟ الروحاني لما يسأل على شيء أكيد أن المعلومة مش تكون متوفرة من خلال الإمكانيات اللي رب العالمين سخرها له. إذا ما سألش على شيء أكيد ما هوش يعرفه. طبيعي أن الروحاني لما يكون في مرحلة علاج أو لشخص آخر أو مرحلة انتقالية أو تطوير للذات، أنه يسأل عن أشياء فتبدأ له الأشياء فيختار على حد نفعها أو ضررها. أنا الإنسان ما هوش خارق للطبيعة، هذه إمكانيات رب العالمين خاص بها بني آدم كافة. من عرف الأسلوب والطريقة وصل إليها واستخدمها، ومن لا يعرف لا يستخدمها. كما بتعبير مجازي، الطبيب تعلم أصول الطب وفنونه وكيفية تشخيص المرض وكيفية علاجه من خلال الإمكانيات المتوفرة أو الأدوات المتوفرة. في المجال الروحاني نفس الشيء، المهندس نفس الشيء، التاجر نفس الشيء، المعماري نفس الشيء. كل شخص على حسب المهنة متاعه، كل مهنة لابد لها من أدوات ومعرفة. ولنا يدخل عنصر تقييم الروحاني في العمل متاعه، أو تقييم الطبيب في العمل متاعه، أو تقييم المهندس في العمل متاعه، أو تقييم التاجر في العمل متاعه. هل التاجر عنده خوارق؟ ما عندوش خوارق، هو فاهم للقواعد وممتلك للأدوات. الروحاني نفس الشيء، وهذه خاصية رب العالمين أعطاها لكل الناس. من أنعم عليه أنه يبين له الحقيقة والإمكانية فله الاستخدام، ومن لم يسخر له الفهم والإمكانية للفهم واكتساب الأدوات لم يسخر له. أما في حقيقة الأمر ومن خلال تجربتي أنها مسخرة لكل الناس. من طلب شيئا أخذه. طالب العلم يأخذ ما طلب من العلم، سواء كان في طب أو في تجارة أو في صحة أو في أيا كان العلم، أيا كان العلم. فلما يوظف معرفته بالعلم وتكون عنده الإمكانيات ينجم يحقق الغرض من الأمر، لا أكثر ولا أقل. هذه هي رسالتي اليوم لكم.